مصارعة الشيلات كانت من افضل الحاجات اللي تابعتها وانا صغير، شيء مجنون. لا تتكلم عن المرجله وانت ما شفت رومان رينز يصفق تريبل اتش على فكر مكرمه كوره من جنيه. سعد بطل فيلم سطار كان عنده نفس الهوايه لكن بدون اضافه الشيلات الرجوليه، واللي نمى حب المصارعه عنده كان جده يوريه المصارعه دائما، وكان يخليه يتصارع هو واخوانه. وتاثر مره لدرجه انه راح المدرسه في يوم المهنه بلبس ميستيريو، قال لك بصير مصارع، وكانوا يصفقونه الهبال في المدرسه ويستهدفونه عشان هطف حق مصارعه. بعد جاء كتاب عشان هطف وما حد يحبه، وكانوا يقول ميت جده ليش حببتني في المصارعه؟ ليش حببتني فيها؟ جعلك الماء حق والساعه حق والرصاص المتلاعب. المشكله مو في انه حببه في المصارعه، المشكله انه كان يوريه المصارعه بدون الميزه الرجوليه اللي هي الشيلات. قولوا ابو رينزي ذمتي ايه ده يستاهل، اي والله يستاهل اقبل. الزبده انه لعن ابو خامس الغرفه وقطع البوسترات. ماشي البوسترات على طول خربت. ليش؟ لانها مين من خام، لو انها من خام ما كانت تقطعت، لان البوسترات عندهم معدنيه وضد الماء وضد النار وضد الهطفنه، سعرها مميز والتوصيل مجاني وتقدر تسترجعها بعد 4 ايام، وفي عروض افتتاح ولا يفوت كود مشري يخصم لك فوق الخصم. سعد كبر وصار الدب، واضح انه سحب على حلمه في المصارعه. المهم انه صار موظف في شركه تامين، وجاء واحد قال له ابو فهد يقول مش سيارتي، قال اشوفه، قال يا رجال ما في الا دقيشتن خفيف. يوم شافها والله ان الموتر مخوش كله، خوش يعني محيوس كذا. المهم انه رفضه، وهو جالس يشوف وريع كذا كان يلعب من بعيد المصارعه. جاء عنده قال ما شاء الله تحب المصارعه؟ قال لي شفت انترتيكر يوم كان يصفق جنسين على اقصى اخذ الالعاب منه ولعله تحمس شوي وهو يلعب وكسر الالعاب، وشاف المدير وهاوشه لانه ذا الورع مهمه، وعشان كسر العاب الورع وعشان رفض ابو دكشه سحب منه الزياده في الراتب. رجع البيت ولقى جده يتفرج مصارعه ودعاه وقال له يا حبيبي في مصارعه مهمه ودي انك تشوفها معي. قال معليش يا شايب معليش بروح اكوي ملابسي، بكره بروح اشوف خطيبتي وكذا ونروح نمر بيتنا. قال طيب شوف، مسك الجوال لقى اعلان ل اي دبليو. المهم ان اي دبليو بيجون السعوديه يبون مصارع السعودي. قال جد يا رجال روح جرب وشارك يمكن تضبط معك، انت رجال تحب المصارعه. قال يا رجال ذا كان زمان لو انك مرني اياها مع الشلات ابرك لي. جاء اليوم الثاني شال خطيبته شوي، جات عمته ذي النشبه وركبت معها في السياره. قال وش شاف النشبه ذي؟ واضح انها كذا واحده غثيثه. وصل الشقه وكانت المشاعر طاغيه واللحظات جميله. بعد جات العجوز ذي وبعصت عليهم. الزبده ان الرجال كان جده يقنع يشارك في مسابقه اي دبليو، والجائزه كانت مغريه 200,000 جنون. كلم خطيبته وقدح على عمته وقال شوفي قولي العجوز ان الشقه ذي بتجي ويرتكم اياها وبيجيكم المطبخ، واثق كانه متابع مصارعه مع شارك. كلم اخوي قال بيك تجي معي يا ولد بسابقه اي دبليو. المهم انها اقنعه يروح معه تجارب الاداء. جاء يوم تجارب الاداء دخل الا والله المكان كلهم معضلين يشبهون فيه مستغربين وش المدرعه. دخل عند اللجنه وسووا معه مقابله وقرب وقته وخويه ما بعد جاء، والظاهر انه سحب عليه. نادوا اللجنه شافوه الحاله قالوا يا ولد انت وين خويك؟ قالوا دقيقه شوف لي واحد قاعد يدعي كذا شوي جاه ابو ربيعه، لان ابو حظه يا شيخ. مسك ابو ربيعه قال له شوف يا ولد السيناريو، شوف بوكسين كذا على سبلكسين. قال ابو ربيعه هي ساعه تعرف الخلطه ذيك اللي تحط الزلطه مع الشطه ومسطبه على الارض وصفقه تصفيق. ليش؟ لان ابو ربيعه كان يتابعها مع شيلات. الزبده نتصفق لين غير هواياته، بدل ما يتابع مصارعه صار يتابع سباقات هجم، والناس صاروا يطقطقون عليه وما ادري وش، وصوروه وانتشر فيديو وكل الناس صارت تطقطق عليه حتى بدر صالح وصير خير. طلع برا وقام يطاردونه يا المندبج يا المندبج، وهو شارد كذا صدمت السياره خلته يطير ويصفق في باص ما ادري الزبده صفق في شيء كذا مركبه ما ادري. المركبه هذه انا افطت من الصدمه، قلت انه ودع لكن ما صار له شيء. طلع مدرع صدق. جاء واحد كذا لابس اسود في اسود وحط في الشنطه جهاز مدري جوال. الزبده انه حط في الشنطه شيء وعطاه اياه. تعوذ من ابليس وقام راح بيتهم خروش. يوم دخل قاعد يفاكش الشايب قال المفروض انك جيت الهرش مع رجيله. قال يا جد المره الجايه مع رجيله اجي مع اللي تبي بس خلني ارقد. الزبده علاقته مع زوجته مدري خطيبته ذي ان عطبت. بعدها داوم ولقى خويه صالح اللي سحب عليه وقاعد يبرر له انه ما سحب عليه، صار له ظرف وما قدر يجي. وهم في الاجتماع خذوه جدول وطقطقوا عليه يلعبوا فيه. طلع من الاجتماع وجلس يكتب عن انك كئيب ومحتزن. جاه اتصال لكن مو من جواله، من الجوال اللي حطه ذاك المتخفي. رد على الاتصال وقال معليش هذا الجوال مو بتبعي يرحم والدك. قال الا تبعك انا حاط لك يا سعد. قال وش؟ قال لي انا حاط لك. قال انت بتصير مصارع ولا لا؟ قال يا ولد انت ايش عندك؟ قال اسمعني يا البربيخ انا ابي لك الخير، انت بتصير مصارع تعالي في المكان الفلاني. قفل في وجهه وما اعطاها اي رد زياده. يوم وصل المكان للمكان غريب وشبهه، وقف يدور اللي موعده. شوي وقف جنبه مندوب يقول لك رمزيات كذا. المندوب قال انت سعد؟ قال انا سعد انت الموعدني؟ قال لا الموقع جابني هنا. دق الجوال اللي معه وقال يا ولد حاسب الرجال وتعال. الزبده انه حاسب المندوب اخذ الشاورما زياده ثوم. يوم راح المندوب طلع اللي كلمها عبد العزيز الشهري او علي هوجن. ابو هوجن اعطاه كرته وعرفه عليه وخذ منه الشاورما، واتضح ان ابو هوجن مدير اعمال مصاريين. يوم اعطاه الشاورما انت يا سعد؟ قال والله معليش انا بروح. قال ابو هوجن وين؟ يا ولد طريق المجد في ذا. قال سعد وفي ذا طريق بيته ماني فاضي لك انا. بعدين دقيقه انت كيف مدير اعمال مصاريين واصلا ما في مصارعه؟ قال ابو هوجن الا في مصارعه وفي حلب وفي طحن بدون شحن. يا مجنون يا لعيب يا لعيب.
رمزيات ابو عبيد كذا كثير يا الربع. قاعد اشوف عندهم صور مصارعين وكذا. انت يا سعد؟ قال له سعد يا ولد الصور ذي حقت المصارعين كنت مصورها امس، احس انها فتشبه ولا شيء. قال يا حبيبي هذه انا مصورها. قال يا ولد تستهبل، المصارع ذا ميت من التسعينات كيف صورت معه؟ قال الرجال ما مات، الرجال صارت له مصيبه وهجله في مزرعه والامور طيبه. قال سعد كلنا ندري انه ما تقبل كذب يا ولد لا تكذب علينا. قال ابو هوجن تكذبني انا؟ ما تكذبني انا؟ وافتح المكيف طلع منه السناوي مصارع زحف يا عيال مبروز السناوي. بعدها راحوا مطعم بخاري وكلوا فيه وعينوا الله خير، ثم راحوا للبنشري اللي جنب المطعم. قال يا ابو علي هذا سعد اللي قلت لك يبي له تسقيط شنابر وتغيير زيت رقم 1. قال سعد يا ولد ايش الحركات ذي يا ولد اللي ما تصلح، انا رجال متزوج ولا لي في الامور ذي، انا الصراحه ما بيعلق الكلام ذا. بعد دخلوا حفره الزيت ولقوا فيها مكان حق مراهنات ولعب وسرقات وحقين فيفا هنا، يقولون انهم اذا نزل لهم ساعد الدوسري يلعبوا فيه. فجاه التقنا الواحد كذا يمسح على راس كلب محنط ويراقبهم من الكاميرات. طلع باري. يا جنونك يا باري تيوب. الزبده هنا اخذ به جوله في المكان وقاعد يوريها اسلحه دشير اول، وكان بينهم ذيك حق التبقيس عرفتوها اللي كذا اللي تنحط في اليد ما له داعي المثرات. قال عبد العزيز دي حقت واحد داهيه مخمس اسطوري يا ولد يعطيك كيف يطلعك من الباب. بعد جاء واحد دعا ابو هوجن وقال تعال يا ولد المعزف يبيك. راح الباري تيوب، كان باري تيوب يبي منه يرجع فلوسه. قال ابو هوجن عندي لك مصارع جديد من الفرن بيعجبك بس خلني اشغل حبتين وارجع لك فلوس. قال لك شهر، اذا ما جبت فلوسي حس توجهك حوس. راح سعد صوب الحلبه وحس انه اقترب من حلمه، بقى يتخيل زوجته كذا داخله عليه الحلبه وجيبه محم ولدهم اللي مسميه حنود. اوكي تحب المصارعه وكذا بس ما توصل. المهم انه خرب عليه ابو هوجن وقال تبي تصير مصارع ولا لا، ومد ايده له واتفقوا. وهو طالع جو شله كذا يصورون معه يقولون يا المندبج يا المندبج الرخم. طردهم ابو هوجن قال يا ولد انت لازم نخفي هويتك فضحتنا وانت والدبجه ذي. جاب له خياط عشان يسوي لبس خاص حق مصارع وقال لازم نعطيك اسم خاص، نبي اسم خفيف ورهيب يا سعد يسوي مراوح. الزبده قاعد يشيرون اسماء على بعض ولا شيء ضبط منها، لين كل واحد صارت معه من الثاني. قال ابو هوجن يا ولد انت بتسكت ولا بسطرك بسطار يندثر ملامح فرس النار. قال سعد سطار ايه سطار هذا الاسم حلو حلو ايه نبي جازم الاسم سطار كذا وسموه سطار. قاعد يجربون لبس ورا لبس لبس ورا لبس لين صفوا على لبس ريمستيريو كذا بنكهه السنيدي. وراح للحلبه متحمس قال يا ولد وين السيناريو وين الحركات ذي؟ قال ما عليه السيناريو بتشوفه داخل الحلبة. دخل عليه واحد داق الرسم يقول انه مدرس سابق نسى في صف ثالث ثانوي. جاء اخوينا يقول يا ولد شوف كيف السيناريو كيف الحركات ذي ومسطبه مدرس وصفقه تصفيق وسواله فلكه كذا وانها، لكن ما في مشكله في مكافاه للمندبجين 50 ريال ما يمشينا. قال طيب يا تسجلني في البطوله ذي 300,000. قال يا رجال خلها مستوره خلنا نتسطر في الوديات ناخذ 50 ابركنا من الكلام الفاضي. المهم انه كل مره يقول دخلني يا ولد بطولات دخلني يا ولد، يقول انت ما فلحت في الوديات تبي بطولات الله يصلح. كل مره يقول خلني اترزق الله خلني اترزق الله. الين وصلت مع سعد وقال يا ولد انت بتدخلني البطوله ابي يوم 300,000 اذا فزت ولا خسرت لك 50,000. ابو هوجن حسرانها صيده قال يا ولد تم. ودع عزبه باكستان ولقى فيها ابراهيم الخير الله او خلينا نسميه ابو بكس. قال هوجن يا ولد هذا سعد اللي يبيك تدربه. قال ابو بكس انت متى يبغى هذا التدريب؟ قال يا ولد لو تبي الحين يلا بدينا. يجيك يدربه تدريب وينفض ويخليه يتجهز البطوله تجهز البطوله. ودخل الحلبه بعدها يدخل منافس عليه واحد مولع من حقين الخبر وما ادري ايش قاعد يضحك يقول ايش ذا السبيك وتاون فيه الا ويدخل عليه ويرضى رض يخليه يلحس الارض كان ديفل ستيشن. بعد سواله ريمونتادا مجنونه كذا صفقه تصفيق وهزمه. ودخل عليه ثاني واحد من زود السطاوه كان يحلق في الحلبه. المهم ذا القادح ذا لفع سطار تلفيع. وبعد ذي الحفله من المواجهات الرهيبه وهم طالعين كان في واحد كذا يراقبهم من بعيد. ركزوا على هذا ركزوا بس. واليوم اللي بعده حضروا مباريات عشان يدرسون الخصوم وكذا. مثلا واحد جايب امه تدعي له وفي واحد اسمه فهد المنبرشي يا اخي رمزيات مع شويه فيلم ذا. لكن الصدمه ان ابو بكس خش عليهم وانصدم سعد كيف بيهزم اللي دربه. دخل عليهم ابو بكس وحاسهم حوس حتى ذا المسكين استلمه وعطاه وضعيه الصقر. قوي ما تغلبنا يا حسين. فك سعد مع ابو بكس وقال له شوف انا درب انسان معلوم كله حركات. بعدها سعد قال يا ولد ما لي الا راقبه وشوف ايش يسوي. وراح يراقبه في الحلبه ولكن سعد ما عجبه شيء. كل المصارعين عندهم حركات ودخلات خاصه وما ادري وش الا هو. قال ابو هوجن ايش دخلني يا ولد انت جاي كذا في الساده شو اسوي لك؟ قال سعد يا حبيبي هذه مهام مدير الاعمال مين مهمتي. المهم قال ابو هوجن عندي لك فكره خنفشاريه يا ولد زبط لك شيله جيب لك فهد منفصله ولا جهران يضبطك. قال سعد وش الشيله وش اللي حركات ذي وش انت صاحي؟ قال ابو هوجن يا حبيبي يدخل يوتيوب وشوف مصارع شيلات شوف المشاهدات المليونيه انت ايش دراك؟ صدق الله ايش دراه ابو هوجن يا ولد الله انه يفهم اللي يتابع مصارع شيلات دايم يجيك محنك اسطوره كذا. المهم طلع من المكان المشبوه ذا ولقى زوجته قدامه وقاعد يبرر لها انه داخل البطوله ذي وان فيها دراهم وانها بتضبط كل شيء. الزبده هنا اقنعها وراح مباراته الجايه مع الشباب السويدي ودخل ديك الدخله الخنفشاريه مع شيله سطار اداء حسين البيدي عبد العزيز الشهري رفعت مستوى الفيلم رافع الصراحه. المهم ان سطر الشباب السويدي تسطير ورجع للدوام لقى على مكتبه خاتم ورساله وجاء شعار رساله في جواله بعد. وطلعت الرساله هذه من زوجته تقول انا ما اقدر اكمل معك معليش اجي استقنع الوالده وانت حركاتك ما هي مضبوطه وادري ان كل شيء سويته عشاني وكذا بس
في تصير مو اول واحد تسحب عليه خطيبته يعني. بعدها راح للحلبة وكان زعلان ودخل خصمه هولد جيمر كذا يقوم يا ولد ايش يسوي حركات غريبة، وكان يحاول فيه هوجن يا ولد روح الحلبة لا تفضحنا يا ولد يوم وصلت ذا المستوى، وكان رافض لانه زعلان على اللي صار له. ولكن اقنع هوجن يدخل الحلبة الا ذولي معهم فكات عجل وسطاوة وتصفق تصفيق منهم. بعد تجمعوا عليه وكانوا يبون ينهونه، لكن ابو بكس دخل عليهم ذيك الدخله الحاسمه محوس عز الله يعزك ابو بكس عز الله انها محسن. بعد مسك سطار قال ايش فيك انت رخمه انت ما في مشكله انت وش هذا؟ قال يا ولد انا خلاص حبيبي بروح انا. قال كل واحد مباراه يا سطار كل واحد مباراه انت فوز. قال سعد ما في هذا وش هذا فايده انا حبيبي بروح انا كل شيء خلاص. قال ابو بكس انت فوز تجيب فلوس كل الناس تحب انت. اقتنع سعد الصراحه شوي، ولكن قال ابو بكس ارتاح انا بروح اتفاهم معهم. بعدها مسك سطار قال يا ولد خلني عليهم وراح دعثرهم وش السطاوه ذي يا حبيبي شغل شيء. المهم بعد طلع مبسوط مره فرحان وكان يكلم هوجن انه بياخذ ان شاء الله المركز الاول وما ادري وش. فجاه كذا انخطف وما انخطف وانشفط حرفيا انشفط كذا بس. ولكن الصدمه اللي اختفى ابو بكس ابو بكس اللي اختفى او بالاصح راشد من الباحث، وقال انت يا ولد خربت خطتنا لان باري تيوب يذبح قبل النهائي واحد، وهو جاء ابو بكس وانقذ وخرب كل شيء. ولكن الامل الاخير ان سطار يشيل قناع باري تيوب وينزلون خشه في تويتر. بعدها رجع بيتهم تعبان مره ولا حصل جده، عدل كتاب كذا في الرف وانفتح بواب كذا مكان سري فيه اغراض غريبه واغراض كثير ومنها حقه المخمس الاسطوري. جده طلع المخمس الاسطوري قال جده انا متابع كل مبارياتك واعرفك. قال جدي يعني انت ابو كف ليش معلمتني يا ولد؟ قال جده مخمس يا ولدي مسؤوليه. قال يا جده انت لا تزعف علي يعني انت مصاري قديم وكذا بس انت الحين يعني ما عندك سالفه. اعطاه ذاك المخمس اللي خلاه يطير من الغرفه للصاله. قال يا ولدي انا ورثك المخمس الاسطوري ولازم تعرف تستعمله عشان تهزم باري تيوب، وقاعد يدرب على المخمس الاسطوري وكذا وراح للنهائي وهو متجهز مره. المهم راشد برا الحفره ابو بكس داخلها قاعد يحرص عليه انه يشيل قناع عشان يخلصون ذي الليله. جابوا هوجن وقاعد يشكره سعد وكذا ودخلوا للنهائي بمواجهه باري تيوب. خش كذا مع القيادات العليا واجواء جداويه صارخه وكان يشيلونه مسوي نفسه ملك الحبشه. المهم دخل الحلبه وصفق باري دعثره. بعدها شال القناع منه وعرفوا انه المندبج وطقطقوا عليه العالم مره ثانيه ذا السبك اللي مدري ايش وضعه. قام باري تيوب من القدحه وشال القناع منه. وعيون طلعوا باري تيوب ابو ربيع يلعن ام الجنون التويست. المهم انه لمخه زياده، ولكن سعد تذكر المخمس الاسطوري وهفه بذاك المخمس اللي نفض ضروسه ودرك التدريك وفاز عليه. وبعدها دخلوا الحكومه وداهموا المكان وطلعوا الناس من الحفره، وطلع هو من الحفره وحصل زوجته وعمته قدامه وجده بعد عند الباب. عمته تقول ما دل التفخ ذا المصارع تاخذينه والله ما تاخذينه الا فجاه طلع كذا هوجن وقال ازهني السبيك اخذت جايزتك من مكتب باري تيوب 100,000 حوله. الا شوي تغير الوضع يوم جات الفلوس وقبلت به العجوز ودعا راشد قال يا تعال عندي لك بعض الاوراق بنخلصها في المكتب وانتهى الفيلم. سطار مو فيلم اسطوري ولا سيء، مو فيلم السنه ولا اسوء شيء، فيلم تجاري نفس اي فيلم تجاري، ولكن ما اخفيكم اني استمتعت فيه مره برمزياته وبذباته الحلوه. في حاجات كثير حلوه من التمثيل منها القصه الخفيفه، ولكن سطار كان فيلم ممتاز شيء للوناسه وابعد شيء عن الاستحناك. دامني صافي لك وانت صافي يا الغلا I love you مستحيل انك تسمع آيه تيوب ما حد ساكن في القلب غيرك وافي اللي وانا وياك وافي سوري ما ابغى بديلك ثانك يو حظي اللي ساقني لك لكن ابليس حكم لي ضميرك. يا سلام كلمات الشعر الاسباني احمد خالد.